ناس كتير بتسأل نادي الزمالك جاب فلوسه منين؟ ولكن صدقني مش ده السؤال اللي المفروض يتسأل في الفترة اللي احنا فيها دي واللي احنا بنشوفه. السؤال اللي المفروض يتسأل هو نادي الزمالك جايب البجاحة دي منين؟ اعلامه وجمهوره وصفحاته والسوشيال ميديا ازاي قادرين يجيبوا هذا الكم من البجاحة في ان هو قاعد بينتقد اخبار النادي الاهلي او صفقات النادي الاهلي او معسكرات النادي الاهلي في عز ما هو جوه بقى عنده الخراب كله. يعني تخيل كده ان نادي، لو احنا قاعدين بنتكلم من غير ما نسمي، من غير ما نقول ان ده الاهلي ونقول ان ده الزمالك، احنا مثلا قاعدين بنتكلم ان في نادي عنده معسكر في اسبانيا، عنده اللعيبه الدوليه بتاعته كلها موجوده في المعسكر، عنده ماتشات وديه مع فرق كتير جدا، وبينهي مشواره مع برشلونه الاسباني بكامل نجومه في اسبانيا. عنده صفقات تمت بالفعل مع محترفين ومع لعيبه محليه، ولسه في صفقات بتتم وهتخلص قريب ان شاء الله. عنده لعيبه بيحاول يجدد عقودها، وتجديد العقود هنا شيء يعني ما فيهوش ازمه، لان انت لعيب هتجدد معايا عقد تمام، مش هتجدد هتقعد تكمل معايا فترتك تمام، هتجيب لي عقد احتراف برقم محترم برضو تمام، ما عنديش ازمه كنادي طبقا لسياستي وارقامي وشكلها الجديد تمام. مدير فني جديد، كل حاجه ماشيه زي الكتاب ما بيقول. عندي الرعاه بيمضوا معايا، بيجي لي اكبر عقد رعايه وعقد رعايه للاستاد، كل الارقام دي وحفلات تمام. نادي تاني عنده لعيبه مش عارف يبدا المعسكر عشان ما فيش فلوس، او عشان مديون، او عشان ناصب على لعيبه، فعشان يعرف ياخد الرخصه اللي مشكوك في امرها فصرف كل الفلوس او ضغط كل الفلوس اللي كانت معاه او اللي مش معاه او اللي ما نعرفش هي جات له ازاي. نادي ما عرفش يلم اللعيبه ومش عارف يعمل معسكر اعداد، اللعيبه كلها هربانه ومش راضيه تحضر، وبيقولوا لما ناخد فلوسنا، ما انتوا دفعتوا فلوس الرخصه فادفعوا لنا زي ما دفعتوا فلوس الرخصه. اللعيبه على كل المستويات محترفين ومحليين. نادي ما عندوش صفقات لانه عنده ايقاف قيد تاديبي نتيجه ان هو نصب على لعيبه واجهزه فنيه ومديرين فنيين بعد ما نصب على كل الناس دي، وبيقولوا معهوش فلوس بالرغم ان هو عمل صفقات ب 7 مليون دولار. طبعا طلعت اغلبيتها نصب لانه ما بيسددش، فجاء عليها ايقافات قيد، فاضطر بعد كده يروح يسدد اجزاء منها عشان يكمل. كل العك ده مفيش رعاه، لان طبعا كميه المشاكل وكميه الديون بتقول انه ما ينفعش مساعدات وجدوله من الدوله ومن اتحاد الكوره ومن كل الناس، ومع ذلك النادي اللي فيه كل الازمات دي او فيه كل المشاكل دي او في بدايه الموسم الكارثي دي او الكارثي ده، تخيل مش عاجبه اللي بيحصل في النادي اللي صفقات تمام، رعاه تمام، معسكرات تمام. دي بجاحه، دي بجاحه او محاوله ان انا اقول ان الفشل ده والنصب ده وايقاف القيد ده وان مستريح الكره المصريه يبقى شايف او اعلامه شايف او صفحات السوشيال ميديا بتاعته شايف او بتوصل لجماهيرهم ان ده يقارن او يتساوى بالناحيه الثانيه او بالاهلي او بيتقارن بالنقطه المضيئه في الكره المصريه. ده اكبر نوع من انواع البجاحه اللي ممكن تشوفها في حياتك. البجاحه اللي انت ما تتخيلهاش. هتيجي تقول لي تدليس، اقول لك لا ده مش تدليس. التدليس هو تغيير وتزييف الحقيقه طبقا لمصلحتي، وهنا الواقعه دي ما فيهاش تدليس، لان هو ما بيغيرش الواقع، هو خلاص بقى عارف ان هو موقوف قيده نصاب، لعيبه هربانه مش راضيه تيجي. تدليس مثلا لما كان هو بيقول على بزيره انه لعيب برازيلي مولود في 100 عقبه، وانه لعيب ما فيش منه اتنين، وانه كان لازم يروح منتخب بالبرازيل، وفي الاخر عايزاه ياخد الجنسيه المصريه ويلعب في المنتخب المصري، ودلوقتي بيقول عليه ده لعيب عادي في نفس القناه بنفس المذيعين. ده التدليس وتزييف الحقيقه طبقا لموقفه من اللاعب. لكن اللي احنا فيه دي بجاحه، اللي احنا فيه ده اكبر انواع البجاحه. وهنا السؤال مش الزمالك جاب فلوسه منين، الزمالك جاب البجاحه دي منين؟ جاب منين البجاحه والقدره انه يطلع يوجه جماهيره باعلامه وسوشيال ميديته وصحفيينه ان هو بيقول ان الاهلي بكل العظمه اللي انا بكلمك عليها دي يتساوى مع كل هذا الفشل؟ وعارفك وسامعك ايها المشجع اللي هتطلع تقول لي بنحبه وبنشجعه، وعارفين انا مش ضد انك تحبه ومش ضد ان انت تشجعه، وما عنديش اي مشكله ان شاء الله تلبس التيشيرت بتاعه او تتحزم بالتيشيرت بتاعه وترقص في الشوارع وتقول انا زملكاوي ولابس تيشيرت عليه خطين حمر
وتجري في الشارع فرحان وتقول ان انا خدت الدوري السنه دي، وتبقى شايف ان انجاز ورغم الظروف ورغم الصعاب ومن بطن المعاناه قدرنا ان احنا نوصل لكل الانجاز. يعني تمام كده، انا مش ضده ولا اقدر الومك عليه، ولكن انا بلومك انك شايف نفسك في وسط كم هذا الفشل والعزبه اللي بتدار عندك بالفشل ده. مش عاجبك اللي بيحصل في الاهلي مش عاجبك معسكرات ولعيبه ومين انضم ومين ما انضمش ومين هيمشي ومين هيجدد ومين مش هيجدد. فيعني فعلا تبليك واللي فيها تجيبه فيك، ده ملخص البجاحه اللي احنا بنشوفها. ولكن دمتم في الفشل، دمتم مستريح الكره المصريه، ويبقى النادي الاهلي هو النقطه المضيئه في الكره المصريه. ولكن نعمل ايه؟ قدرنا ان ده يكون المنافس اللي موجود، اللي مجبرين ان احنا نقول انه موجود معانا في الكره المصريه. شكرا لكم وشكرا لمتابعتكم. ما تنسوش تعملوا متابعه على الفيسبوك، سبسكرايب على اليوتيوب، واللايك والكومنت والشير وتوصلونا للغير عشان يعرفوا حقيقتهم اللي اكيد بتوجعهم. سلام.